السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم ممنوع من العرض. تامر أبو المعاطي. فيلم الليلة أنا مش عارف هو ممنوع ليه. قضية سهلة جدا وقضية مخدرات، ومش عارف يعني إيه اللي منعه من إيه سبب عدم عرضه. مش عارفين، أنا نفسي مش عارف. تدور أحداث الفيلم حول إيه؟ ممدوح وافي صديق لحسين فهمي، وهو صديقه الصدوق يعني. دخل على مراته مع واحد ما عرفش يعمل حاجه، ما رضاش يقتله ولا يعمل. واحد حسين فهمي قال له الحقني، قتل الولد وقتل البت. المهم كان داخل في سابقة مخدرات كبيره جدا جدا جدا، يعني عليها حاطط عليها اماله كلها. وكان ممدوح حسين فهمي موكل ممدوح وافي بانه ايه، يروح يستلم الشحنه. آه المفاجاه انه اتقبض عليهم. في الوقت ده البوليس بيعلن عن هروب فاول الفيشاوي اللي هو القط من وحيازته في ايه ومعاه مخدرات. زودي هيخش السجن ويقابل فاول الفيشاوي. هيتعاونوا سوا لغايه لما يعرفوا على الوثائق الكبيره. في الاثناء ديت برضه حسين فهمي هيتجوز عبير صبري بنت اعز اصدقائه، بس عايزه تعرف الحقيقه وبتعمل ايه وخدت منه معلومات عشان خاطر يقضوا على المخدرات، ويقضوا على حسين فهمي اللي هو واثق كبير بمعنى اصح يعني. آه ممدوح وافي وفوق الفيشاوي ضحك عليه وعرفه على الزعيم الكبير السلمطة، وعرفه وعرف كمان حسين فهمي، وعرف كل حاجه عنه. وفي النهايه طبعا النهايه التقليديه اللي انتوا عارفينها بقى انه بيتقبض على الحرامي، حسين فهمي يتقبض عليه، ودي النهايه اللي فيها. المشكله مش في الفيلم بقى، المشكله في اللي يعني سبب او عدم نشر هذا الفيلم. فيلم عادي جدا، لا فيه جنس ولا فيه سياسه ولا فيه اي حاجه خالص، لكن ليه يتمنع او ليه الرقابه تشدد عليه او يتسرق يتحط في العلب زي باقي الافلام اللي احنا بننوع عنها؟ ليه؟ يعني ايه حد يقول لي فيه ايه الفيلم مثلا، او يعيبه ايه الفيلم من من محتوى جنسي او محتوى غير اخلاقي او بالعكس، ده عادي جدا جدا جدا، ما فيهوش اي حاجه خالص. انا مش عارف هم منعوه ليه بصراحه. فيلم مع انه فيلم يصنف فيلم ممتاز، يعني انا شايفه ممتاز جدا كمان. فاول الفيشاوي يطلع ظابط في الاخر، حاجه جديده يعني. آه ما حصلتش. حسين فهمي ادى الدور ببراعه فيه. موافي ممدوح وافي ده ادى الدور بطريقه ممتاز جدا جدا جدا. يعني ايه اللي خلى الفيلم ده يتحط في العلب التاني؟ او هو اكيد اتسبق، مش ما اتحطش في العلب، لانه ظهر برضه مع المجموعه اللي ظهرت اليومين دول. معنى كده ان كان المحتكر واحد اللي هو عمو عزيز، طبعا احنا نفسنا نعرف مين هو. اعزائي المشاهدين، ارجو ان تستمتعوا بهذا الفيلم، بجد هتستمتعوا بيه. شوفوه هتلاقوا فعلا فيلم ممتاز ممتاز جدا جدا جدا، وعلى ضمانتي وعلى ضمانة القناة بإذن الله. أسعد الله أوقاتكم جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.